الأخبار الموجزة اليوم الأربعاء. بجهود مجلس علماء كابول والسلطات الإقليمية تم حل قضية القتل بين 8 عائلات في منطقة ساروبي في مقاطعة كابول، وتحول العداء بينهم إلى صداقة. بدأ مصنع باخ للزيوت النباتية في مقاطعة بلخ العمل مرة أخرى بعد تأخير طويل. بدأ قارئ محمد يوسف أحمد عمله كرئيس جديد للتلفزيون الوطني، وتم تعريفه بموظف التلفزيون المذكور خلال الاجتماع. صرحت وزارة المالية منع تهريب الأحجار الكريمة والهواتف المحمولة في جمرك ترخم. أكد بلال كريمي نائب المتحدث الرسمي باسم الإمارة الإسلامية خلال مجلس تعيين قارئ يوسف أحمد كرئيس الإذاعة والتلفزيون الوطني أن الإذاعة والتلفزيون الوطني هما صوت الشعب، ويوصلان صوت الشعب إلى السلطات بكل التزام. صرحت وزارة الدفاع الوطني تخرج 150 مجاهدا في كتيبة الحماية والأمن في حفل بعد 3 أشهر من التدريب المهني. حسب تصريحات بلدية كابول، تقدمت أعمال إنشاء الطرق الفرعية بنسبة 78% في الكتلة الثامنة من مشروع أحمد شاباب ميناء. توجه منتخب أفغانستان للوشو إلى إيران أمس للمشاركة في المباريات الثلاثية بين أفغانستان وباكستان وإيران.